النهاردة معانا موضوع بسيط بس ممتع، وفي نفس الوقت هيساعدك انك تضيف سكيل جديدة للمهارات بتاعتك او السكيل سيت بتاعتك، وهيبقى اوبشن جديد ليك في حاجات كتيرة جدا زي الزخرفة في التصميمات بتاعتك او اللوجو ديزاين وكتابة بعض العبارات بطريقة مميزة. النهاردة هنتكلم على كتابة الخط العربي الكوفي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة فات جرافيكس. امير هوست عز حجاج، ويلا بينا. خط الكوفي في المجال بتاعنا وفي جرافيك ديزاين هو خط هندسي. كل حرف من الحروف العربية بتترجم كتابته بطريقة هندسية مبسطة شوية على شبكة في برنامج زي برنامج الإليستريتور. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا مثلا حرف السين وحرف الشين ليهم طريقة الكتابة بتاعتهم، عدد النقاط اللي متحددة دي، وليك طبعا كل شكل للحرف على حسب إذا كان منفرد أو في أول الكلمة، في منتصف الكلمة، في آخر الكلمة، وهكذا. وطبعا في الحلقه بتاعتنا ما بيبقاش كل شكل ثابت كده على الاساس بتاعه وخلاص، بتقدر انك تعمل تنوعات مختلفه عادي جدا، وتقدر تضيف بعض الزخارف لنهايه الحرف او تغير بعض التشكيل فيه. الجدول اللي قدامنا ده بيورينا كميه من الحروف اللي موجوده في اللغه العربيه وايه طرق كتابتها في الكوفي على برنامج زي برنامج الإليستريتور. خط الكوفي في الحقيقة قواعده بسيطة، وتقدر بعد 5 دقايق من الفيديو ده تعرف كل حاجة انت محتاج تعملها علشان تبدأ تكتب كوفي. الكوفي لما بتقدر تحترفه بيؤدي لنتائج جميلة جدا وتصميمات حلوة جدا وأشكال جميلة جدا زي الحاجات اللي انت شايفينها قدامكم هنا دي. أول حاجة هنبدأ بكتابة الخط الكوفي ازاي على برنامج الإليستريتور. انت محتاج طبعا ارت بورد جديده فاضيه. هنخش من قائمه فيو وهنخش على شو جريد. اول ما تفعل الاوبشن ده هتلاقي عندك جريد بالشكل ده كده، وهي دي الجريد اللي هنرسم عليها. بس قبل ما نبدا نرسم عليها هنخش برضه على قائمه فيو وهنفعل تحت اوبشن سناب تو جريد. من غير اوبشن سناب تو جريد لما تيجي تبدا ترسم على الجريد هتلاقي بترسم من اي حته لاي حته، مفيش قاعده ومفيش اي حاجه. تمام. بس لما نفعل اوبشن سناب تو جريد من فيو سناب تو جريد هتلاقي انك لما بتيجي ترسم الشكل بتاعك بيمسك في الاوتلاين بتاع الجريد، بيفضل ماشي عليها بالشكل ده كده. يعني مش ممكن تقدر ترسم نص مربع من الجريد بتاعتك، هو مربع 2 3 4 فوق تحت يمين شمال، وده بيسهل جدا الموضوع علينا. في الحقيقة ان معظم الاشخاص من غير ما يسمعوا اي حاجة تانية مجرد ما يفعلوا الاوبشن ده يقدروا يبدأوا يكتبوا كوفي على طول. بس في بعض القواعد وبعض النقاط اللي ممكن ما تبقاش في دماغهم وما ياخدوش بالها منهم وتؤدي لغلطات. فده اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض. هنعدي كده ونبدا نستكشف الموضوع واحده واحده مع بعض، ونشوف ايه اللي نقدر نعمله وايه اللي المفروض نحاول نتجنبه. اول حاجه احنا مثلا عايزين نكتب حرف الالف. هنحدد ان الجمله بتاعتنا هيبقى الارتفاع بتاعها عدد كذا من النقاط. يعني ممكن مثلا نقول ان الارتفاع بتاعنا هيبقى 7 نقاط، اللي هي 7 نقاط اللي موجوده في المربع ده من الجريد كاملين. ممكن نقرر ان احنا عايزينهم 5 نقاط بس تبقى حاجة معانا بالطول ده. دي حاجة بترجع لك وبترجع للشكل اللي انت عايز تعمله، بس المهم انك تحدد الاول الجريد بتاعتك هتستخدم منها كام بوينت. انا مثلا قررت ان هو 7 نقاط تمام، وكده عملت حرف الالف وحرف الالف خلص. هاجي بعد كده حابب ان اكتب حرف الباء. حرف الباء هيتكتب معايا بالشكل ده. هسيب خلية واحدة او بيكسل واحدة من الجريد فاضية، وهبدأ ارسم في اللي بعدها على طول كده، وبعد كده كده، وبعدها كده. هاجي عايز اعمل نقطة تحت حرف الباء، هاجي احطها هنا في النص. هلاقي ان النقطة بقت تحت مساحة السطر بتاعنا. احنا محددين ان هو 7 والنقطة بادئة تحت 7 تحت. المفروض اروح جاي ماسك كده واروح جاي رافع كده، لان طالما انت حددت ارتفاع تحاول تلتزم بيه على قد ما تقدر. طيب ممكن تسألني حددت بناء على ايه العرض بتاع حرف الباء؟ يعني انا حددنا طول حرف الالف ان هو طول الجريد بتاعتنا. سهلة يعني. حرف الباء حددت ليه ان هو طول الجزئية دي منه هتبقى 5 مربعات زي كده. دي حاجة ترجع لك تماما، وبتعتمد جدا على ايه اللي انت ناوي تكتبه. في الحقيقة ان احنا نقدر نكتب الكوفي بشكل بسيط جدا وهيبقى مقروء وهيبقى كل حاجة تمام،
بس ممكن ما يبقاش شكله حلو. الفكرة في الكوفي انك هتبقى بتحاول توازن ما بين الاستيتيكلي بليزنج شيب، ان الشكل يكون ممتع للعين ومريح للعين وشكل جميل، وانه يبقى مقروء. نقدر نكتب حاجة مقروءة بكل سهولة، بس غالبا مش تبقى حلوة ومش تبقى شايف شكلها او منظرها جميل. حرف الباء ده نقدر نروح جايين واخدينه نفسه، ونروح جايين مكررينه كمان مرة جنبها، ونروح جايين راسمين نقطة هنا ونقطة هنا عشان نعمل حرف التاء. طبعا هتلاقي شكلها برضو دلوقتي بقى غلط، لأن ما ينفعش النقطتين يبقوا لابسين الطرف بتاعنا بالشكل ده. فده معناه إن طول حرف الباء مش مناسب إن احنا نستخدمه في حرف التاء. فهنحتاج طبعا إن احنا نطول حرف التاء شوية. هنحتاج غالبا إن احنا نطوله ب 2 بيكسلز أو 2 بوينتس كمان بالشكل ده. نحط النقطة دي هنا ونحط النقطة دي هنا كده، بقى معانا حرف التاء. نقطة كمان مهمة، إن ما ينفعش في كتابة الكوفي إن الحرفين أو النقطتين يدمجوا مع بعض بالشكل ده، علشان يبقى خط واحد عريض يعبر عن نقطتين، كل نقطة منفصلة عن التانية. فبس كده هتلاقي نفسك أي حرف عايز تكتبه هتروح جاي كاتبه، هيبقى مقروء عادي جدا وكل حاجة تمام وزي الفل. خلصنا؟ لا لسه. فالخطوة اللي بعدها هنيجي بقى في فايل جديد بعيدا عن الفايل الأولاني ده، معمول مخصوص اللي هو للتجربة على الحروف المنفردة أو لا تدمج حرف أو اتنين وخلاص مع بعض. هنا بقى هنبدأ نحاول نبني كلمة أو جملة في الفايل ده مع بعض. هنخش على فيو ونعمل شو جريد عشان نبدأ، وادي الجريد بتاعتنا الجميلة هنا كده. طبعا هناخد الريكتانجل بتاعتنا وهنقفل الاوتلاين، هنعكس الاثنين بقى، هنقفل الاوتلاين عشان نرسم باللون الاسود بس في الاسود. والهدف بتاعنا المرة دي لكل واحد ان كل واحد فينا يكتب اسمه. يعني مكتوب انك تكتب اسمك مرتين، مرة من غير النقاط ومرة بالنقاط. فتجربة على اسمي، انا اسمي الاولاني عز الدين، فهنبدأ بحرف العين بتاعنا. وكان ست افعل سناب تو جريد، خش على فيو ونفعل سناب تو جريد من هنا يعني. نبدأ بحرف العين. حرف الزين بتاعنا المفروض طبعا في نقطة، بس زي ما قلنا أول تجربة هتكتب اسمك من غير نقاط خالص، بيبقى تدريب كويس ليك يعني. وبيبقى أسهل من إنك تكتب بالنقاط. النقاط بتعمل مشاكل لبعض الأشخاص في الأول كتير جدا يعني. بعد حرف الزين تروح جاي حاطط ألف أو تاخد ده وتحركه كده كوبي. نكتب بقى الدين، فاللام برضه هتتكرر كمان مرة. وبعد كده نروح جايين كاتبين حرف الدال بتاعنا. فحلو كده. هنلاحظ بقى غلطة في اللي احنا عاملينه وبين الغلطات اللي احنا قلنا عليها، وان هي المسافة هنا ما بين حرف الياء ده المفروض وحرف النون، في ما بين السنة دي والطرف ده مربعين جنب بعض، ودي واحدة من الغلطات اللي احنا قلنا ما ينفعش طبعا خالص في الكتابة بتاعتك. لازم على طول المسافة الفارغة تبقى مربع واحد فقط. فدي بقى ليها ايه كذا حل. ببساطة اقدر اروح جاي اجيب ده هنا كده، واروح جاي مقصر السن بتاعي كده، والمفروض ان دي ياء ونون تمام. وممكن نروح جايين راجعين زي ما احنا كنا، وبدل ما كنت هضيق اروح جاي موسعها كمان كده، بقت 3 مربعات من بعض زي ما انتم شايفين. واروح جاي مكمل بقى ايه، عامل حاجه شبه سرف او طرف للحرف كده، جايه داخله معانا كده وعامله كده في عز الدين. كل حاجه احنا عملناها هنا ممكن يبقى ليها اشكال مختلفه كتيره جدا. دي حاجه من الحاجات الحلوه في الكوفي، ان انت ممكن تكتب نفس الحاجه بمليون طريقه مختلفه حرفيا، ما لهمش اول من الاخر العدد اللي انت ممكن تطلعه. يعني مثلا حتى حاجه شبه حرف الدال، ممكن بدل ما هو كده وانا مش عاجبني مثلا المسافه اللي موجوده دي، هي كده ما فيهاش مشكله على فكره والمسافه دي مظبوطه، بس لو مش عاجبني اقدر اروح جاي رافع الدال دي كده وعامل دي كده، واروح جاي بقى ايه منزل سن هنا كده عز الدين من غير اي طبعا نقاط زي ما احنا قايلين
فاول ما تبقى عرفت تكتب اسمك بالشكل ده من غير اي نقاط، وجيت بصيت على المسافات الفارغه لقيت على طول انها مربع واحد فقط، مفيش اي حاجه فيها مربعين جنب بعض، المسافات كلها ثابته بالحجم ده. انت كده ايه، خلصت التذكره الاولانيه بتاعتك، بقى عندك معرفه بسيطه خلاص بازاي تبدا تكتب في الكوفي، وتقدر تخش بقى على الليفل اللي بعده على طول، انك تكتب اسمك كمان مره بس بالنقاط بتاعتك المره دي. نفس الكلام تحت الاسم ده، هنجرب نكتب الاسم كمان مره بالنقاط بقى المره دي. وكده تبقى كتبت اسمك بالنقاط بتاعته. هنا بقى هتبدأ تلاحظ شوية حاجات مختلفة عن التصميم اللي فوق. أول حاجة مثلا الدال هنا طالت بمسافة مربع زيادة، ده علشان نعمل مسافة للنقاط بتاعتك اللي تحت والنقاط اللي فوق. الحجم بتاع التكست بتاعنا كله هنا مثلا كانت 4 نقاط زي ما انتم شايفين هنا، 1 2 3 4 على الجريد. هنا عندنا بقى 1 2 3 4 5، فالدال زادت علشان تراعي الارتفاع في الطول ده. وهتلاحظ كمان حاجة تانية، لو خلاص عينك حلوة وبقيت واخد بالك من ايه الغلطات اللي المفروض تراعيها في كتابة الحاجات دي، وهي ان في مسافة فارغة هنا بارتفاع مربعين ومسافة فارغة هنا بارتفاع مربعين. يعني لو جينا وحددنا المساحة الكتابية بتاعتنا كلها بالشكل ده كده، وعملنا ده كأوتلاين بس، هتلاقي ان دي كده مربعين ودي كده مربعين. طبعا حاجات زي كده بيبقى لها حلول كتيره جدا زي ما قلنا فوق وتشكيلات مختلفه. بس من الاول انت هتلاقي نفسك كتبت حاجه بشكل مبدئي وطلع فيها غلطات، وبتبدا بقى تحسن على الغلطات دي، لان مش من الاول هتطلع معاك على طول بيرفكت، بل اللي هو انت بتكتب الكلمه بتاعتك او الجمله بتاعتك، بعد كده تفضل تعمل لها ريفاينمنت او تحسين. فمثلا بعد تعديلات بسيطة، ده شكل من الأشكال. ممكن تلاقي نفسك عدلت حاجة بسيطة، ممكن تلاقي نفسك عدلت حاجة كبيرة، ممكن أصلا بعد تجربة كبيرة من التعديلات تلاقي نفسك زهقت من الطريقة ديت، ورحت جاي أصلا بادئ كاتب الاسم من أول وجديد بطريقة مختلفة عشان تحاول تفل الفراغات بتاعتك. وهنا بقى بتبدأ تحاول تراعي ما بين الجمالية وقدرة القراءة. يعني ممكن تكتب حاجة تتقرأ بسهولة بس كجمالية وحشة جدا، أو ممكن تكتب حاجة حلوة كشكل بس لما تيجي تتقرأ هتبقى وحشة جدا. فمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في حالة شبه الحالة اللي كانت معانا من شوية دي، خلينا نرجع كده اللي كان معانا بالظبط، إن ببساطة تروح جاي تو لاينز ديكوريتيف زي هنا كده وبس. عندك تو لاينز في نفس الحجم على الطرفين، تعتبر حاجة ديكوريتيف أو حاجة فيل بتصادم في الكتابة الكوفي بشكل متكرر عادي، علشان تملي الفراغات اللي انت مش عارف تعمل بيها ايه زي كده. وفي ناس طبعا ممكن تحطها اصلا حتى لو مش محتاج يملي فراغات، هو عايز بس عشان شكلها عاجبه. وكده تبقى كتبت الاسم بتاعك بالطريقتين. اول ما تبقى خلصت التاسك التاني ده، فانت كده خلاص مستعد بقى انك ايه، تبدا تكتب كوفي بجد. هتحتاج انك تفضل تجيب كلمات وجمل مختلفه وتقعد تكررها باشكال مختلفه وتعيد وتزيد عليها لغايه اما خلاص يبدا يبقى عندك سنس اكتر في الموضوع. وما تقلقش، حتى بعد ما يبقى عندك سنس مفيش حد بيمسك الجريد بتاعته ولا ورقه وقلم يروح جاي كاتب كوفي مظبوط على طول، الجمله بتاعته مظبوطه على طول من الاول. لازم على طول هتطلع معاك غلطات وتقعد تظبطها، وبعد ما تظبطها يطلع شكلها مش عاجبك فتروح جاي كاتب كمان واحده من اول وجديد. الموضوع ده الطبيعي هنا. فنكمل بقى في شويه تيبس اند تريكس، بما ان عرفنا خلاص ازاي نكتب كوفي، ازاي تخلي الكوفي بتاعك بقى شكله حلو. دي حاجه هتشوفها كتير، يعني الكوفي قليل ما بيتساب بالشكل ده كده. معظم الناس محتاجين قافلين الجريد بتاعتنا خلاص مش محتاجينها، فنخش من فيو وهايد جريد. برضه عايز اقفل السناب تو جريد. اوكي. بعد ما تخلص كده تقدر تروح جاي ماسك كل ده وتديله بقى ستروك. الستروك بتاعك تعليه بقى، فلنكن مثلا نجرب نشوف على 5.
تلاقي الجملة بتاعتك بقت حاجة بالشكل ده. ممكن تقلل أو تزود الستروك بتاعك على حسب أنت عايز قد إيه. أنا مثلا ممكن أقللها أخليها 4، شايفها مناسبة ليا أكتر. ده اللوك اللي بتلاقيه منتشر في العادي، اللي هو مساحة الكتابة بتاعتك أو المساحة الغامقة أكبر من المساحة النيجاتيف زي كده. طبعا مش لازم إن هي تبقى بنفس الكمية دي، ممكن تعملها أقل من كده، 3 2 1، تقدر تعملها أكتر من كده، الكمية اللي أنت شايفها. فهنخش بقى دلوقتي على الأسايمنت اللي بعده اللي هطلب منكم تعملوه. الحاجة اللي هتحتاج تعملها دلوقتي هو إنك تلون الجملة اللي أنت كتبتها دي، مش هنسيبها أبيض وأسود كده طبعا يعني. فهتختار لك من أول 2 ل3 ألوان زي ما أنت شايف، وهتحتاج تدي اللونين أو التلاتة دول لإيه؟ واحد للباك جراوند بتاعتك. فهنيجي هنا نروح جايين عاملين الباك جراوند بتاعتنا وننزلها تحت الجملة، هديلها أي لون بس كده عشوائي في الأول علشان نبقى شايفين حوالينا. جميل. اللون الأولاني الباك جراوند بتاعتك، اللون التاني للحروف بتاعتك، واللون الأخير للنقاط بتاعتك. فهنيجي مثلا دلوقتي نمسك النقاط بتاعتنا بالشكل ده، وكل دول هديلهم اللون البرتقالي بتاع اللي هنا. هعمل لهم لوك على طول، واروح جاي ماسك الباقي كده كمان جي كجروب، واروح جاي مدي لده اللون البيج بتاعي كده، وهاجي واروح جاي عامل انلوك بكمان ده الت 2 علشان افتح كل حاجه قفلتها بمفهوم الخلفيه، واروح جاي ماسك الخلفيه ومديلها اللون الاسود ده كده، او ممكن درجه افتح شويه من الاسود، حاجه ممكن بالشكل ده. تيجي تبص على التكست اللي انت عملته. وده كان فيديو النهارده عن الخط الكوفي في اللغه العربيه. طبعا زي ما قلنا في خط الكوفي برضو في اللغه الانجليزيه، هنبقى نعمل عنه فيديو ان شاء الله برضو، وهنعمل برضو فيديو كمان عن الجريدز المختلفه زي السيركلر جريد كده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو استفدتم من الفيديو عايزين تدعموني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وبس كده.